قصة نبي الله إدريس. نبي الله إدريس عليه السلام هو أحد الرسل الكرام الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم وأثنى عليهم بالصدق والرفعة. واحد، أبرز ملامح قصته نسبه وزمنه هو إدريس بن يارد بن مهلئيل، وينتهي نسبه إلى شيث بن آدم عليهما السلام. اثنان، ولد في بابل بالعراق وقيل في مصر، وهو أول نبي بعث بعد آدم وشيث. واحد، أولوياته: يذكر في الأثر أنه أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب ولبسها، حيث كان الناس يلبسون الجلود، وأول من نظر في علم النجوم والحساب. اثنان، دعواته: بعثه الله ليدعو الناس إلى شريعة الله ونهيهم عن مخالفة أمر آدم وشيث، فآمن به البعض وخالفه آخرون، فرحل من بابل إلى مصر ودعا الناس إلى مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا. واحد، مكانته عند الله: وصفه الله في القرآن بقوله: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثلاثة، وفاته: اختلفت الروايات في تفسير المكان العلي، ففسرها بعض العلماء بالمنزلة الرفيعة في